هلا والله يا أحباب، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير. أنا دلوقتي راكب الباص في الطريق في الطريق من الدمام للخبر. ال- المكان المفضل بتاعي يعني أفضل حتة أو أكتر حتة استمتعت فيها هنا في السعودية. أول لما ركبت الباص الراجل، أنا بقالي مركبتش الباص قبل كده من الدمام للخبر. فبقول للراجل إيه، بقول للراجل ده رايح الخبر الشمالية. واحد بيقول لي اه، بيقول لي لا رايح الرومانية. رومانية مين يا عم؟ راجل فلبيني. هو عمال يتعصب على أساس إن أنا مش فاهم يعني. ما علينا. أوريكم بس المنظر بتاع الباص وأنا راكبه إن شاء الله رايح من الدمام للخبر. كان في حوالي أربعة تانيين راكبين ماشي. بس حاليا يعني كنا حوالي 9. احنا حاليا 5 بس، وده يعني عدد كبير نسبيا. آه، اللي تلاقيه راكب في باص هنا. انا بتكلم عن الخبر والدمام، لان تقريبا معظم السعوديين طبعا. مفيش سعودي ما عندوش عربية ان شاء الله. سن 16 سنة هنا القوانين. يبقى عندك 16 سنة يحق لك انك انت تسوق، يحق لك تطلع رخصة ويبقى عندك عربية والكلام ده. فهنا تقريبا مفيش حد سعودي ما عندوش عربية. فتقريبا محدش ما عندوش المواصلة الخاصة دي، إلا نسبة قليلة جدا اللي هم اللي بيضطروا إن هم يركبوا باص بقى والكلام ده. فده اللي يفسر العدد القليل اللي بيركب في الباص. نسيت اقول لكم سعر الرحله اللي انا رايحها من الدمام للخبر الشماليه. واحد حوالي مثلا 15 كيلو 16 كيلو، او يمكن اكتر او يمكن اقل، بس هي بالتقريب يعني. 3 ريال ونص. ده سعر الرحله اللي انا رايحها. Kelas, Kumarina, kelas, namanya kelas. Dulu kelas ini, dulu kelas. ماشي يا حبيبي خلاص. هلا والله يا اصحاب، انا دلوقتي الساعة 11 ونص. الساعة 11 ونص في الخبر الشمالية ماشي. خليكم معايا كده تستعرضوا السوق. ده سوق شعبي في الخبر الشمالية واحد. ده حال إذا شوف طلب 50 حبة رجالة
يبغى له 50 شقة ايه السلام عليكم. السلام عليكم. الساعة 1:15 عارف الوقت متأخر جدا، وكنت بدور على مكان اكل فيه. كنت عايز اجرب الاكل الهندي، لفيت لفة كده ما لقيتش غير هذا المطعم. مطعم كده يعني في 3 مطاعم جنب بعض، اللي هو ده فيروز ورحمة العبد لله، ولكن المطعم اللي فات ده هو اللي لقيته ايه في ناس، فالظاهر ان هو ايه، الظاهر ان هو مطعم كويس، فنخش نجرب. السلام عليكم. شغال؟ فاتح؟ لا لا مفيش. ده امين الحمد لله. في برياني؟ बिरयानी مفيش. طب في هندي؟ في روز يعني في لحم دجاج يسمى برز؟ لا ما في رز؟ روز في بس صوصا لحم في دجاج بس يعني هذا يجي شوية سبايسي رز؟ এই ভালো লোক এই টাকা দিব অন্য লোক অন্য ইয়া এর চিন্তা করতেছে না মনে টাকা দিব انا ما افهم شيء. في رز؟ ايوه في روز يعني في لحم في دجاج ما في صوص ما في ميكس يعني مفيش هنا محل بيبيع برياني فاتح؟ بيرياني حتى الحظ. استنى طب اخش اجرب بقى المطعم التاني دوت. انا بصراحة ما جربتش البرياني قبل كده، فنفسي يعني. السلام عليكم. فاتح؟ شغال؟ اوبن؟ اوكي. السلام عليكم. في برياني؟ बिरयानी तो ना बनेगा है बिरयानी في ما في बिरयानी في سلطان ثاني ايه هو؟ اسمه ايه؟ اسمه ايش؟ بص ابغي. ماشي اوكي. السلام عليكم. كيف الحال؟
اوكي ثانية واحدة. بص ده اسمه ايش طيب؟ اسمه هذا كيسوري. بنا كيسوري. كيسوري. هذا نفر ايش بنغالي؟ هندي هندي معلومة. كيسوري بنا كيسوري. ده هندي بنجالي. هذا بنغالي. بنجالي؟ ايوه. دوت الاكل ده بنجالي؟ ايوه. اكل ايوه هذا بنجالي؟ صوص روز لا لحم. في دجاج. جلس فيه. ماشي انا عايز ده ويز دجاج. سفري لا هنا. لا هنا. ما في مشكلة. اوكي. هي دي وحشة انك انت تخرج بالليل انت وحظك بقى. يعني انا المحل ده لقيته اصلا بالعافية. دخلت عند محل تاني قلت له عندك برياني؟ قال لي لا. بس انا ما اعرفش ايه هو اصلا الاسم اللي قاله ده. ربنا يستر والاكل يطلع كويس. اكل كويس صديق. اكل كويس. الساعة دلوقتي واحدة بقول لكم. والله بس الخروج بالليل برضه ليه ميزة انك انت ايه تبقى في الروقان. اولا الجو هنا حر جدا بالنهار. مش يعني مش هتعرف تخرج. مش هتعرف تتمدد. فاهم؟ انا عايز الاول بس اكل عشان افوق وبعد كده ايه وبعد كده نشوف ايه القصة. فاهم؟ لان انا حاليا شبه فاصل. يعني شغال على وضع الطيران الآلي. حاليا شبه فاصل والله. عايز اكل عشان ابتدي افوق واشوف ايه هروح فين، اصور لكم ايه، هجيب لكم ايه. فاهمين؟ عشان اجمع نفسي بس الاول. معلش دوت ايش هذا إيش بنا اسمه؟ كيسوري. نعم بنا كيسوري. هناك سوري. ايوه. شكرا يا صديقي حبيبي. الراجل هيقعد جنبي. هذا بيبسي مايا. لا ميه. ايش؟ هو سبايسي بس. سبايسي. سبايسي؟ اه سبايسي شوية بس. جود. فيري جود. ده يا جدعان وجبة اسمها بوناكي سوري. بنا كيسوري. اتكلم انت، انا عايزك تتكلم. هذا بنا كيسوري صوص زيزار. هذا اكل كويس. ده اكل بنجالي ها؟ ايوه. كلنا بركل عليهم. بنغالي، هندي، باكستاني. كلنا بركل. انت ايش؟ انا مصري. مصري. الحين انت الكلام ده مصري. كلنا بركل. امشي. بالك قد ايه في السعودية يا صديقي؟ هنا في السعودية قد ايش؟ سعودية نفر أكل هذا في ثانية من خلاص. انت تعال قاعد شايف ليف هير من قد ايش في السعودية؟ كم سنة؟ أنا 4 سنة خلاص. 4 سنة؟ أيوه. انت عايش فين في بنجلاديش؟ Where you live in بنجلاديش؟ بنجلاديش وين؟ بنغلاديش. ايه وين؟ سكة؟ لا. سكة. أنت بكم سنة صرت؟ لا لسه جديد. دورة؟ جديد 5 شهور بس. أنت شوف بس ما في شغل. لا شغال 5 شهور بس. لسه جديد. أنا مصري سعودي كلام سمسم ها؟
Ada anak bangga nih, dalam mesin. Kuy daw, habis tunggu itu hukum aja. Ya, kuy daw sudah. Hai dan ada kafe. Kamu tadi الدجاج Kita subuh lain. Saya subuh lancar. والله بصوا هو طعم الاكل رز بتاع ده ايش هذا اسمه ايش؟ Ada Bengali, لا دي ada temtem fasulya. فاصوليا صح كده؟ هي الفاصوليا دي بيضيفوها في اي حاجه هنا يعني يعني الاكلات والمكسرات اللي هي الهنديه بيضيفوا الفاصوليا دي في اي حاجه. يعني انا بشتري بتاع كده من لولو ماركت، بتاع عامل زي ايه سناكس كده، الفاصوليا دي منتشره فيه. كيف حاجه؟ Bakar, ايه bakar. Alhamdulillah كويس. الحمد لله. Lu tamam? الحمد لله. كيف حاجه؟ Alhamdulillah انت كويس. حبيبي كيف الحال كويس؟ Lu tamam? اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ انا اسمه عمر. ايه؟ اسمه عمر. عمر عمر. ايوه ايوه. ما شاء الله. منين عمر؟ انا بنغالي. قالي انت مصري؟ انا مصري. مصري نفر كويس؟ مصري كويس. بس مصري في اي بي. منا. مصري في اي بي. لا مصري يا جدع منا. لا مصري نفر منا. انا عارف. طب وهندي؟ معلوم هندي انا. هندي ايه؟ انت معلوم هندي؟ انا عندي صديق هندي. انت صديقي؟ اه انا مصري صديقي زياده. اسكندريه انا صديق زياده. اسكندريه والله؟ ايوه. 100 انت عايز؟ هوم تاون اسكندريه؟ لا القاهره. يلا. كايرو. اه. هذه بعدين نبغى نشوف. انا بالصدفه. انا ساكن هنا. صدفه؟ اه. بالك قد ايه في السعوديه؟ عايش كام سنه سعوديه؟ انا 3 سنة سعودية. ما شاء الله. انا في شغل سمسم مصري سوا. فين؟ مصري سوا فين؟ شغل. عليا. عليا؟ انا كنت قاعد في العليا. I was in عليا. عليا very good. Very good. صح؟ حبيبي يا صديقي. هنا الشعب البنجالي والشعب الهندي شعب طيب، يحب يتعرف ويحب يتصاحب والكلام ده. اكلهم حلو والله العظيم يا جدعان. ما تسمعوش كلام الناس اللي تقول لك ما كلش الاكل الهندي والاكل اللي مش عارف ايه والكلام. اكلهم صحي جدا واكلهم حلو جدا، واحسن ناس تعمل اكل. اقسم لك بالله، اقسم لكم بالله، احسن ناس تعمل اكل بمزاج وبتعمل اكل صح هي الناس بتوع الهند وبتوع بنجال. الاكل بتاعهم جميل. كلهم ما شاء الله طباخين. يعني انا شفتش واحد هندي، شفتش واحد هندي الا وبيعرف يطبخ. فاهمين؟ ده محل عادي جدا اهو، مش محل مشروع ولا حاجه. اكل طعمه جميل جدا صراحة. احسن من بتاع المرة اللي فاتت، احسن من مطعم اليمني. اه والله.
الاكل هنا الناس دي بتحب تعمل اكل بمزاج. بس كويس والله ان انا لقيت محل فاتح اساسا، ان انا بدات افقد الامل ان انا الاقي محل فاتح. كل المحلات قافله عكس الدمام سهيره شويه. الناس بتاكل برياني الساعه 2 الفجر عادي جدا. هنا معظم المحلات قافله. هنا معظم المحلات قافله. بس هم يعني ايه طبيعتهم، تحس ان هم الطبخ بتاع البصل بتاعهم قريب شويه من المصري، لكن بعيد كل البعد في التوابل. طريقه تقطيعهم للبصل والكلام ده قريبه من المصري. بس الاكل بصراحه جميل يعني. انا ما اعرفش وريتكم الفراخ ولا لا. دي كان حوالي 4 حتت فراخ، ده الرز ودي السلطه والجبنه. هنا الهنود والجماعه الرجال ما ينفعش تمشي من عندهم مش مبسوط من الاكل، ما ينفعش. المهم ان هو ايه، يعمل لك وجبه كويسه، يعمل لك وجبه كويسه كميه كمان، مش مجرد وجبه بس. احلى حاجه في الناس اللي هم بتوع الناس اللي هم الهنود والبنجال وكده، ان هم الراجل بيقول لي الساعه 1 هنسكر خلاص. احلى حاجه في الناس الهنود والبنجال بالتحديد ان هم معتزين بثقافتهم. يعني انت ممكن مثلا ايه تتفرج على افلام اجنبي، لبسك اجنبي، عايز تتكلم انجليزي، عايز تسمع اغاني انجليزي. هو لا، هو مش كده خالص. يعني زي ما انتوا سامعين اغاني هندي على بنجالي شغاله ليل نهار. حتى في لبسهم هو معاه يجيب لبس شبه اللي بيلبسه اي حد، بس هو ملتزم بثقافته. الراجل اللي كان قاعد جنبي دوت وبقول له، اللي كان قاعد وبيقول لي، بقول له الاكل حلو ولا لا، هو تقريبا مدير المحل. معلش يا صديق، ايش هذا؟ ايش اسمه؟ حلا ده صح؟ حلا؟ هذا في بنغلا قالوا ميستي. ميستي؟ ايوه دي اسمها ميستي ودي؟ ايوه ميستي. هذا اسود هذا اصفر.
ماشي ماشي. طب عايز واحدة من دي واحدة من دي. واحدة واحدة واحدة. طب اكل هنا 5 بس 5. في كرك؟ في كرك؟ كرك ماني؟ دي ميستي؟ ايوه بيستي شوي I know. شكرا صديق. شكرا. هنحلي بالمستي. دي بنجالي دي يا صديق صح؟ بيستي يعني بنغالي بيستي. بنجالي صح؟ वो सिर्फ क्या लागत है चलो लागत इधर आते इधर और तुम्हारा आगे ना देखते आगे ना किधर ले ना डायरेक्ट बंद हो ना ना हाथ से बंद हो डायरेक्ट ही बंद हो जाता जी अरे उधर कौन है अरे जनीस अरे ना हां क्या बुझिए انا باكل ايه؟ بس هو حلو. مستساغ يعني. مستساغ من النكهه بتاعتهم. هتحس ان انا باكل كيك. باكل كيك في حشو. اقول لكم كاني باكل كيك ببسبوسه. كيك من بره حشو بسبوسه. हम ब्रो मतलब लीजिए 4 اوكي خلاص معلش. ما في مشكلة. هو اختراع. كيك من بره. كيك من بره وبسبوسه من جوه. شبه بسبوسه بس هم ليهم طريقتهم في العمايل. بس هم فنانين بصراحه. هي أول واحدة كانت ناشفة شوية. التانية ديت طرية. دي عاملة زي الهريسة كده. بس بصراحة مسكرة أوي يعني. مسكرة أوي وطعم جديد يعني. دي بقى دي مسكرة جدا. دي كلها عاملة زي الهريسة. فيها شيء من جوز الهند كده يعني. لذيذة بصراحة.
شكرا يا صديق. ايش اسمك؟ محمد ربيع أول. محمد ربيع اول. أيوة. شكرا يا صديق. كام يا صديق؟ ايه؟ إيش اسمه؟ 20 شبكة؟ شبكة؟ شكرا. أوكي. امين. ورا. السلام عليكم. بصوا يا جماعة، دي حلاوة الخبر جميلة بالليل. أضواء بقى عارف محل ده ايه؟ شركة سندس. اكتشفت حاجة، انك انت ممكن بالابتسامة ممكن تعمل اي حاجة، اقسم لك بالله بتكلم بجد. ممكن بالابتسامة تعمل اي حاجة. يعني ممكن تشتم واحد وانت بتبتسم له، مش هيعمل لك اي حاجة. انت مثلا تحقير، مجرد انك انت بتبتسم بس تحقير ساعات. ابتسامة هيقول لك شكرا. فممكن تعدي معظم مشاكلك بالابتسام. اه والله اكلمكم بجد، بس دي حاجة كانت على الماشي كده. ف فاللي بيعجبني في الخبر انك انت ان المنطقة يعني رايقة. المنطقة رايقة، تحس انك انت قاعد، يعني على حسب ما انا شفت، كأنك قاعد مثلا في دجلة بس على انضف شوية. والناس يعني مجرد ما يجي الليل يليل شوية بعد الساعة 12، نادرا ما تلاقي حد في الشارع. ودرجة الحرارة هنا يعني خفيفة شوية، يعني درجة الحرارة كويسة. تحس إن الهوا جميل، الشجر في كل حتة. خبر حتى مشهورة إن هي يعني متهيألي مصنفة دوليا إن هي، أو مش دوليا عشان مبقاش ببالغ، مصنفة إن هي تقريبا من أجمل مدن السعودية. حتى إن هما بيستضيفوا ماراثون دولي. هيستضيفوا ماراثون دولي شهر 12 يشارك فيه عدائين دوليين. ومجموع جوائز كويسة. يعني معنى انك انت تجيب عدائين دوليين هنا في مدينة، معناه ان هي مجهزة تجهيز كويس يعني لحاجات زي كده. فلا الخبر غير بصراحة، انا كنت مستريح جدا هنا. الدمام حلوة برضو، بس الخبر ارقى. فالله يجازي اللي كان السبب بقى في ان انا امشي من خبر جميلة، وبالذات بالليل. انا زي ما بقول لكم كأنك في مدينة مهجورة، عربيات بس اللي ماشية في الشارع، عربيات فقط، ما انت شايف مين اللي سايق. يعني انت مش شايف مين اللي سايق، كأن حاجات آلات كده ماشية في الشارع، لكن مفيش بشر، او البشر شبه معدوم اللي بيمشي في الشارع هنا في الخبر. عكس الدمام الساعة 2 3 بالليل، الفجر، الصبح، نهار، ليل، لازم هتلاقي واحد طالع لك من هنا، واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. انما بصفاء الجو دوت. وبصوا يا جدعان، بصوا كأني في مدينة. انا احب الجو ده يعني. انا الحمد لله من محبي المشي يعني. فانا احب الجو ده، ان انا امشي في الشارع. بس طبعا الصبح الكلام ده، سامعين تردد الصوت بتاعي؟ الصبح ما صعب جدا. الصبح درجة الحرارة قاتلة.
وتحس انك انت حتى لو لابس ايه، يعني لو مقفص نفسك كده، امبريلا على كاب على نضارة، ما فيش اي حاجة. فبالليل الخبر بالذات يعني، انا عشان كده بحب الخبر بالذات ممتعة بالليل، تحب تمشي فيها يعني. نظافة الشوارع ما شاء الله نظيفة، المباني نظيفة، الناس تحس ان هي غير كمان، يعني الناس هنا هادية يعني سهل جدا انك انت تكون صداقات، انك انت تتعرف على ناس. زي ما بقول لكم ان الخبر غير. بصوا يا جماعة، ان شاء الله احنا الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي بصوا، الساعة 2:17 دقيقة، 2 فجرا يعني. بس الدنيا الحمد لله امان، يعني الدنيا تمام يعني. السعودية بالليل يا جماعة مختلفة عن الصبح تماما، يعني جو بقى جو الأضواء بتاع بالليل دوت بيخلي أي شيء جميل. الصبح أنا في مناطق الصبح، يعني أنا لو مشيت هنا الصبح ممكن أتوه أقسم بالله، إنما بالليل لأ، الجو العام بيختلف، أضواء بقى والجو هادي، مفيش شمس. ضوء النهار هنا غريب، غريب اقسم بالله، ضوء قوي جدا. انت لازم تلبس كاب، ولازم تلبس نظارة، انك يعني شيء مش طبيعي. بصوا ده نادي القادسية، موجود في الخبر اهوت. فلذلك يا محمد يا صلاح، انت لو هتيجي تحترف في السعودية، لو هتسيب ليفربول وتيجي السعودية، فلو سمحت تعالى نادي القادسية، عشان يبقى ايه سهل ان لو في ماتش ولا حاجة نيجي نشوفك يعني. بس انا ما اعرفش هل ده الاستاد بمكان التدريب بتاعهم، ولا دوت مكان التدريب بس، انا مش عارف بصراحة. القادسية كلاب. يعني تخيل انت بقى لو انت بتشجع القادسية، فعلا وساكن هنا، ممكن تتفرج على الماتش من فوق، يعني لو مبنى عالي شوية ممكن تتفرج على الماتش من فوق، انت مش محتاج انك انت ايه، فاهمني، مش محتاج انك انت تحجز بقى ده لو ده الاستاد بتاعهم، ما اعرفش هو الاستاد ولا لا، استاد بمكان تدريب ولا مجرد مكان تدريب. بس هو شكله استاد يعني. إيه.
That's me, my friends. Hello. Hello, my friend. Yes. Hot coffee, please. Yes. Black. شبكة. لو سمحت. Please. Speak any Arabic? عربي ما في. What's your name? My name Suraj Hamisar. من وين؟ من وين؟ No? Where are you from? My from Nepal. Nepal? Yes, sir. Good, good. Nice to meet you. Thank you, sir. Bye. بس هو قال لك ايه؟ قال لك سمبليسيتي، مش سمبليسيتي. نوت جود والله، مش حلوة خالص. عشان في واحد هيفتح الباب دلوقتي، انا بحس خدت بالكم اللي كان هيفتح الباب ده؟ هي ايوه هيعمل كده. again just again. بس خلاص حلو. Thank you my friend. هذا كده ما في كويس. لا متى. كويس؟ بس كده كويس. ايش هذا؟ فود بلوجر؟ لا ما في فود بلوجر. والله فوت بلوجر والله. في يوتيوب؟ في يوتيوب شانل؟ تقييمي لهذه القهوة سمبلسيتي. هم بصراحة شاطرين جدا في حتة ايه؟ في حتة الدعاية، يعني شكل اللوجو بتاعهم والكوباية شكلها جيد ومش عارف ايه والكلام ده، لكن القهوة مش جيدة خالص. قهوة عايز اقول لكم القهوة سيئة جدا والله. يعني القهوة مش حلوة خالص، خفيفة اولا وفيها طعم غريب كده. بس انا عايز اشرب اي حاجة عشان افوق، عشان اعرف اكمل، يعني اكمل لكم تصوير الحاجات اللي موجودة هنا بالليل. انا حابب كده ان انا بس عايز افوق. بس كنا بناخد لقطة الثمبنيل بتاعت الفيديو او الثمبنايل، معرفش نطق ازاي، ما يعني ما علينا. دي يا جماعة بصوا الجمال. دي حتة اسمها جزيرة الدغيثر.
ريحة البحر هنا، في بحر في الدمام، في بحر في الدمام وكل حاجة، بس يعني الدنيا هنا مهما اوصف لكم الخبر غير، الخبر غير خالص يعني، فاهمين؟ يعني دي مثلا دي مثلا المنطقة دي لو في الدمام، وفي الوقت ده احنا الساعة دلوقتي كام؟ 3 وكام ونص. المنطقة دي لو في الدمام الساعة 3:30 هتلاقي الدنيا هنا مليانة عادي، وناس بتأجر مش عارف موتوسيكلات اللي هي بتاعت الأطفال ديت، وناس بتأجر عجل وعربيات مش عارف ايه والكلام ده. انما هنا الدنيا، بص يا جدعان الجمال، اقسم بالله الخبر غير. أنا معلش اعذروني في ان اقعد اعيد الكلام، بس فعلا الخبر غير. انا حاسس جزيرة فعلا، جزيرة. انت متخيل انك انت لوحدك 3:30 بالليل في الجمال دوت، منظر صوت امواج البحر، وبصوا القمر هلال، وفي ضوء من بعيد ما اعرفش ده بتاع ايه بالظبط. ريحة البحر نفسها هنا مختلفة، اقسم بالله ما بهزر يعني، بتكلم كلام كده وخلاص. انا بعشق حاجة اسمها الخبر والله. نظافة مش طبيعية. خبر فعلا يعني من انا رحت انا رحت دبي وشفت دبي، وبيقولوا اعلى مش عارف ايه في العالم، اعلى الناس فعلا، في سياح كتير قوي في العالم، في سياح كتير قوي قصدي في دبي من مختلف انحاء العالم، ناس فعلا من المانيا وناس من ايران جايه تزور دبي. انا مش يا جدعان اي حد عايز فعلا يروح حته حلوه في الخليج يجي الخبر. انا ما رحتش الخليج كلها طبعا، هو انا رحت بلدين بس الخبر ساحره، الخبر ساحره. في حته اسمها جزيره الدغيثر او الدغيثر، ما اعرفش بقى تنطق ازاي على حسب النطق. بس عايز اقول لكم، بصوا حتى التنظيم هنا عامل ازاي، شجر، وبصوا مكان لقعاد الناس اهو هناك. ريحة البحر، لا بحر فعلا يعني، انتوا فاهمين القصة. اجمل شيء ان هي منطقة راقية، وفي مساكن شعبية خالص، ناس عادية جدا 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 ساكنة على بعد ربع ساعة من هنا بس. فبجد لا حاجة، الخبر شيء جميل. انت ايه اللي جايبك هنا يا عم؟ خد بصوا ده مكان اول الجلوس. طبعا مفيش اضاءة هنا يعني، اعذروني برضو ان انا ايه ب- ب- بنقل لكم الوضع من غير اضاءة جيدة. احاول برضو من خلال الايديتنج ان انا ايه اخلي الضوء حلو شوية، بس الاجواء يعني خيالية اقسم بالله. حتى العربيات بره يعني العربيات بره عددها قليل جدا. بس ما زلت برضو اقول لكم بالنهار غير، بالنهار برضو الدنيا حر يعني حاجة مش طبيعية. بس هنا المساحات الخضراء في الخبر مساحات خضراء كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. ممكن الاضاءة تبقى احسن شوية لو انا جيت بره كده.
بصوا يا جماعة الروقان والجمال برضو، مسجد في جزيرة على البحر. كان نفسي اخش واصور بس المسجد تحت الترميم. الخبر شيء ما شاء الله يعني. وشكل المية كمان صافية بس عشان بالليل، يعني انا شايف زي ما حضراتكم شايفين كده لون المية لبني. المية كمان صافية عشان كده ريحة اليود بتاعت البحر يعني جميلة. فبقول والله لأي حد عايز يجي، عايز يعمل سياحة في الخليج، يجي هنا الخبر. يعني انتوا شايفين الجمال. المدينة أو المحافظة هادية جدا، راقية جدا، حتى السكن فيها رخيص بالنسبة مقارنة. معلش اعذروني انا كل شوية عمال ابص عمال ابص للموبايل وده غلط. حتى السكن فيها مقارنة بالدمام اسعار كويسة جدا. ممكن مثلا تلاقي الشقق الفندقية، الشقق الفندقية شقة مفروشة بمطبخ بحمام كويس جدا بغسالة بشاشة تلفزيون، شاشة LCD. ممكن تلاقيها في حدود 1200 مثلا، 1500. تلاقي حاجة كويسة جدا، مساحة كبيرة جدا. ماشي. في بقية المدن متهيألي مش هتلاقي الكلام ده. يعني أنا رحت في الدمام، أسعار مختلفة تماما وجودة أقل بكتير. والله اللي عايز، هي مش دعاية ولا حاجة، بس من كتر حبي من كتر حبي في المدينة دي بجد. شايفين المنظر يا جماعة؟ شايفين المنظر؟ شايفين منظر الأسفلت عامل ازاي؟ وعلى فكرة مش كل يعني مش الحتة دي بس هي اللي نظيفة كده. لا، انت لو لفيت في الخبر كلها، لو لفيت في الخبر كلها، الخبر تهبل. الخبر فعلا جميلة. اللي عايز يعمل سياحة بدل ما يروح دبي، يجي هنا. هيلاقي هنا برضو كل حاجة، بس مش هيلاقي دبي مول. هي دي الحاجة الوحيدة اللي مش هيلاقيها. لكن هيلاقي هنا الهدوء. انا بقول لك، انت لو عايز تخرج هنا مثلا 3 بالليل، تخيل انت برضو الناحية التانية في بحر برضو. الناحية التانية في بحر. تخيل انت لو عاوز تيجي هنا مثلا 3 بالليل، تمشي لوحدك في الجمال ده. ماشي. الناس هنا في بيوتها، ما حدش. منطقة هادية جدا. الخبر كلها كده. يعني انا حتى اتفاجئت. انا كنت قاعد فيها بس ما كنتش بخرج بالليل قوي. يعني كنت بخرج في الحتت اللي هي الحتت اللي هي على محيط المسكن اللي انا ساكن فيه. لكن اول مرة الف جامد قوي كده بالليل. اما اتفاجئت ان معظم المحلات قبل الساعة واحدة قافلة. انا بصراحة والله منبهر.
دلوقتي الساعة بقت 5:30 الصبح، ننتظر الباص إن شاء الله عشان نروح الدمام. دلوقتي الساعة 6:15، نروح إن شاء الله الدمام. مش هكذب عليكم، مش فرحان. والله الحمد لله رجعنا للدمام سلام. وعايز اقول لكم على حاجه، انا اكتشفت ان احنا كتير جدا كتير جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المنافسه في اي شيء كتير جدا، فانت ما تغترش بالعدد، ما تغترش بالعدد. انت كل ما عليك انك انت تحاول وتجتهد في اللي انت عايز توصل له. الكلام ده طبعا بقوله ليا قبل ما اقوله ليكوا او اقوله لاي حد، فاهمني؟ فانت ما تغترش بالعدد، تقول يا مثلا عليا انا ما الشغلانه اللي انا مثلا جيتها هنا شغلانه بسيطه وكل حاجه، فيها عدد كتير جدا، مليون واحد مثلا، ممكن يلاقوا مليار واحد بدالي. انا كنت ممكن اقول ايه، يا ده احنا 100 مليون في مصر، معقوله هيجيبوني انا؟ فاهمني؟ فانت قدمت، مجرد ما قدمت الحمد لله قبلت. ده ينطبق على اي شيء بقى، ما تغترش بالعدد، ما تغترش بالعدد. ممكن يكون العدد ده كله مجرد عراقيل بس، عراقيل ظاهريه. فانت ما تغترش بالعدد، خليك دعوه بنفسك، حاول وان شاء الله هتوصل. شكرا لكم، شكرا على كل اللي عمل لايك على الفيديو اللي فات. اتمنى ان كنتوا تتابعوني، كنتوا تعملوا لايك. شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اتمنى ان الفيديو ده يعجبكم.